بكرة إن شاء الله يوم الثلاث لقاء منتخب مصر مع منتخب ملاوي في تصفيات أفريقيا. المفروض الماتش هيبقى ميعاده الساعة 3 العصر. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، والماتش ده في منتهى الأهمية، وخاصة بعد فوز غينيا على أثيوبيا، وغينيا تصدرت المجموعة بتاعت مصر، فلازم مصر تفوز بكرة على ملاوي عشان ترجع تاني تتصدر المجموعة. مجموعة مصر صعبة جدا، وكل ماتش كأنه ماتش كاس، لازم تفوز بكل 3 نقط عشان تتصدر وتصعد على خير ان شاء الله افريقيا. الجزائر نبارك لها النهارده قدرت تحجز مقعد وتتأهل لكاس الامم الافريقيه 2023. نتمنى التوفيق للجزائر، ونتمنى مصر كمان تتوفق وتقدر تتأهل لكاس الامم الافريقيه. نادي الهلال السوداني اعلن النهارده ان هو هيسافر يوم الثلاث ظهرا لمواجهه الاهلي يوم السبت القادم ب 24 لعيب. الهلال هيسافر يوم الثلاث ويوصل لمصر ان شاء الله على خير لمقابله النادي الاهلي يوم السبت 1 ابريل ب 24 لاعب. كانت في مجموعه من التصريحات الخطيره للاعب كهربا الهارب في برنامج رامز نيفر اند. لما ساله قال له انت مشيت ليه من الزمالك؟ قال له لان عقدي خلص من نادي الزمالك. طب انت يا كهربا عقدك خلص من نادي الزمالك، ايه اللي يخليك تطلع من نادي الزمالك على نادي افريقي البرتغالي وتطلع منه على النادي الاهلي؟ ايه اللي ما يخليكش تروح للنادي الاهلي مباشر الا لو كان عقدك مش مظبوط؟ وانت عقدك مش مظبوط. بعد ما الكاس والفيفا اثبتت ان انت عقدك كان مظبوط مع نادي الزمالك، وان انت كسرت العقد واستخدمت كوبري اللي هو نادي افريقيا ودفعوك غرامه 2.5 مليون دولار كل ده برضه جاي تقول ان انا عقدي كان مظبوط مع النادي، عقدي مش مظبوط وعقدي خلص مع نادي الزمالك برضه بعد ده كله؟ كل اللي مطلوب من حضرتك يا كهربا، عايز تلعب في الاهلي العب، عايز تروح تلعب في اي مكان العب، ما عندناش مشكله، لكن في عقد ما بينك وبين الزمالك احترمه. نادي الزمالك اللي عملك، عايز تمشي في شرط جزائي ادفعه وروح العب في اي نادي. لكن شغل الكباري والشغل ده جماهير الاهلي تحبه، لكن جماهير الزمالك ما تحبوش. جماهير الزمالك ما ترضاش بالكلام ده ابدا. ولو اي لاعب جه من الاهلي بالطريقه دي احنا نرفضه، لان احنا ناس محترمه وبنرفض الحركات الغير اخلاقيه. لما الزمالك اتفاوض مع عبد الله السعيد بعد ما عقده خلص مع النادي الاهلي، وانتوا طبعا عارفين بقيه القصه، لكن الزمالك عمره ما يسمح بالافعال الغير الاخلاقيه اللي عملها كهربا، وعمره ما يسمح بان يتعاقد مع نادي بالطريقه دي. برضو اتسأل كهربا في البرنامج وقال له رامز لو خيروك تعتزل ولا تلعب في نادي الزمالك؟ قال له لا اعتزل احسن، احنا ما شرفناش انك تلعب في نادي الزمالك يا كهربا، ما يشرفناش ومش عايزينك تلعب مع نادي الزمالك تاني. النادي اللي عملك، كل المطلوب من حضرتك ادفع الغرامه، مش عايزين نشوف وشك تاني، روح العب في النادي الاهلي. انت باخلاقك دي ما ينفعش تلعب غير في النادي الاهلي. انت باخلاقك دي هتبقى حبيب الجماهير الاهلي، باخلاقك دي جماهير الاهلي هتخليك رئيس النادي بعد كده ان شاء الله. بالتوفيق ليك وبالتوفيق للمكان اللي انت تستحقها. اخر حاجه كهربا بقى بيماين بيقول لك ايه، اشكر جمهور الزمالك، وانا مشكلتي مع الزمالك مع اشخاص وليست مع كيان النادي الزمالك. بأمارة ايه؟ بأمارة الجماهير الزمالك اللي انت ثبتها ولعنتها وقلت فيها كلام ما ينفعش يتقال، وفي الاخر ما خدتش عقوبه لغايه النهارده. بأمارة ايه يا كهربا؟ ما كل حاجه متسجله، كل حاجه متسجله وواضحه وموجوده في كل مكان. انت ثبت جماهير نادي الزمالك، انت مشكلتك مش مع اشخاص الزمالك، انت مشكلتك مع جماهير نادي الزمالك ومع نادي الزمالك. انت لا احترمت التعاقد بتاعك ولا احترمت اي حاجه، ومشيت بطريقه غير اخلاقيه ورحت نادي بطريقه غير اخلاقيه، حاجه تحرج وتكسب بصراحه. برضو كان في تصريحات لمرتضى منصور، وقال ان هو هيعلن اسم الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. يا عم مرتضى لو سمحت، عايزين جهاز فني على مستوى نادي الزمالك، عايزين جهاز فني شايف المرحله اللي احنا بنمر بيها عامله ازاي، عايزين جهاز فني يقدر يتخطى المرحله دي. نادي الزمالك بصراحه في حاله مزريه، حاله صعبه جدا، محتاج جهاز فني قوي، والجهاز الفني ده لازم يتعاقد مع مجموعه من اللاعبين يقدروا يشيلوا نادي الزمالك الفتره الجايه عشان الزمالك يقدر يقوم تاني. نتمنى اسم الجهاز الفني يبقى اسم جهاز فني قوي. كمان مرتضى قال ان هو ارسل رساله لاحمد وامير وقال لهم اوعوا تعتذروا للخطيب، يعني عشان يعني ما يطلعش مرتضى من السجن يروح يعتذروا، لا هو قال لهم ما تعتذروش للخطيب. كمان مرتضى منصور قال ان تمت مساومتي
على حريتي مقابل 3 طلبات ينفذهم النادي الاهلي. الطلب الاولاني تقسيط غرامه كهرباء لمده 5 سنوات. ثاني طلب نسيان قضيه نادي القرن. ثالث طلب اعتذاره لمحمود الخطيب. اول حاجه انا يعني دي كلام مرتضى منصور هو بيقول الكلام ده، بس هل موضوع نادي القرن انا شايف ان موضوع قضيه نادي القرن الموضوع انتهى وخلاص، الاهلي خده بطريقه مش مظبوطه مش مظبوطه، مش دي مشكلتنا، هو خلاص الموضوع انتهى. يعني الكلام مش هيفيد في قصه قضيه نادي القرن، بس معروف ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. مهما الكاف يقول ان الاهلي ولا اي حاجه، الزمالك كان عنده 9 بطولات والاهلي كان عنده 7 بطولات، حتى لو ادوا الاهلي نادي القرن، بس نادي القرن الحقيقي هو نادي الزمالك. الموضوع انتهى بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، احنا نادي القرن. لكن القرن الجديد ده احنا سيئين جدا فيه ومحتاجين نجيب بطولات عشان يبقى شكلنا حلو، حتى هنقول لينا ونقول اللي علينا. تقسيط غرامه الكهرباء ما حدش هيوافق بتقسيط غرامه الكهرباء بعد الكهرباء اللي بيعمله. لازم كهرباء يدفع غرامته كامله، ولو يوم 10/4 الكهرباء ما يدفعش الغرامه بتاعته هيتم ايقافه تاني 6 شهور، واتمنى ما يدفعش الغرامه لانه لاعب مشاكس ولاعب بيقول كلام مش حقيقي وكلام مش مظبوط. اخر حاجه برضو نفس الكلام اللي قاله الكهرباء، قال لك انا مشكلتي مش مع مش عارف مين ومشكلتي مع مين، نفس الكلام مرتضى منصور بيقول معركتي مع محمود الخطيب وليست مع النادي الاهلي. الكلام الممينه ده انا ما بحبوش. انت عندك في ناس في النادي الاهلي بيدمروا في نادي الزمالك، حاول تحسن اداء نادي الزمالك، حاول تكون معركتك مع محمود الخطيب بطولات والقاب، اكسب محمود الخطيب في الملعب، بلاش شغل اللي بره الملعب وشغل السب وشغل القذف. اديك شفت المساومات اللي حصلت مع مرتضى منصور بسبب ايه حضرتك؟ انك دخلت السجن بسبب السب والقذف. يعني انت لو ما ثبتش وقذفت محمود الخطيب ما كانش يبقى فيه حكم ضدك. ركز يا مرتضى الفتره الجايه، بلاش شتيمه وبلاش مشاكل، ركز ان انت تجيب جهاز فني على اعلى مستوى، لعيبه على اعلى مستوى، وخد من الخطيب كل البطولات، شوف القهره اللي هو يبقى فيها هو النادي الاهلي. لكن هتقعد تشتم وهتسب وتلعن يبقى احنا هنروح في الضياع. اخر خبر معايا النهارده هو خبر في منتهى الاهميه وفرحني على المستوى الشخصي، اللي هو ايه؟ نادي الزمالك اخيرا تقدم بشكوى رسميه ضد خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. لمين؟ لوزاره الشباب والرياضه. طب وزاره الشباب والرياضه تاخد موقف؟ لا. طب انت فرحان ليه؟ لان احنا بنعمل اللي علينا وقدمنا شكوى ضد خالد مرتجي اللي قال مجموعه من التصريحات اللي فيها تدليس وفيها كذب. احنا عملنا اللي علينا. طب وفي الاخر وزاره الشباب والرياضه هتديله يعني غرامه او هم حرين. طب ما كهرباء ما عملوش معاه حاجه، مالناش دعوه. احنا كنادي الزمالك نادي محترم هنقدمه شكوى على الكلام اللي قاله. الجهاز التحقيق ادت عقوبه على راسنا من فوق، ما ادتش عقوبه، احنا عملنا اللي علينا. شكرا لحضراتكم واتمنى اقابلكم بكره على خير ان شاء الله.